السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وتكونوا في احسن الاحوال يا ربي امين. اليوم ان شاء الله يا بنوتات ديالي الغزاله الفنات غادي نشارك معكم اللحسه. هاد اللحسه هادي البنات انا غادي نصايبها كوموند لواحد السيده مهم من هاد المنبر. انا راه كنصايب اللحسات الا بغاتهم شي وحده فمرحبا ومرحبا، راه كيزيدوا في الوزن وزعما بشهاده الناس اللي خداوها من عندي. فاليوم ان شاء الله غادي نصايب واحد الكوموند. انا البنات شنو كندير؟ انا حتى كنجمع الكوموند بحال هكا الناس اللي باغيين عاد كنصايب لهم اللحسه، فهمتوني؟ يعني ماشي كنبقى كنصايبها وكنخليها في القرايه وكتبقى ليا مده طويله حتى كتضيع، لا ما كتعجبنيش بحال هكا. كيجيوني دوك المكونات ديالها نقصوا حتى كيجيني شي كوموند عاد كنصايبها. فان شاء الله اليوم قلت غادي نشاركها معكم. هكا اللي بغات ديرها في الدار اولا اللي ما عندهاش باش تشريها، اللي بغات تشوفها كيفاش كتصايب، اللي بغات توجدها غير في الدار ما تشريهاش من برا، فانتم احرار. فان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم المكونات. هنا بنات كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره راه ماشي ضروري يكون عندكم هاد المكونات هادو كاملين، فهمتوني؟ ماشي ضروري يكونوا كاملين، والكميه كتبقى على حساب الطالب. بحال دابا انا السيده طالبه لي 2 قراعي ديال اللحسه، فدونك انا درت هاد الكميه هذه الكبيره باش يلاه تكفيني في هذوك 2 قراعي ديال اللحسه، حيت هي بغاتها واحد المده ديال شهرين، فهمتوني؟ يعني غادي خدات 2 قراعي، فانا باش نعمر 2 قراعي فغادي ناخذ درت هاد الكميه هذه كبيره. نتوما بغيتو ديروا غير شويه ديروا غير شويه، فكيبقى لكم على حسب الاختيار ديالكم، فهمتوا؟ فهنا كيف ما غادي نقول لكم اشنو عندي. انا ديجا هنا كنت البنات سجلت لكم لا فيديو جا طويل بزاف وحاولت انني نزربو شويه، مي غادي نذكر لكم كل شيء. هنا البنات اول حاجه كتشوفوا عندي اللوز، راه هو كيبان لكم اللوز، الزنجلان، الكركاع، الاكاجو، البيستاج البنات غادي غير نزوق به، ما غاديش نطحنوا معاهم، والشي الاخر راه كله محمر وغادي نطحنوا الا الاكاجو البنات ما تطحنوه حتى شي حاجه، خليوه بحال هكاك. وعندي التمر معجون باش غادي تخلطوا به. داك التمر معجون انا خديته جاهز، بغيتو تاخذوا التمر عادي وتفوروه فكيبقى لكم الاختيار. هنا هذا اللي كتشوفوا البنات هذا العدس منبت البنات، انا غنقول لكم الطريقه ديالو كيفاش. فهذا الشيء كامل اللي كنقول لكم راه كيزيد في الوزن، وحتى الاطفال راه صحيه بزاف بزاف. الاطفال كتزيدهم في الطول وكتزيدهم في الوزن، فهمتوني البنات؟ راه ضروري يعني تبقاو تعطيو الاطفال ديالكم اللي ما كانوش كياكلوا لكم تعطيوهم حويجات بحال هكا طبيعيه. كما قلت لكم هذا العدس منبت كتاخذوه البنات كتفزقوه ليله كامله في الماء ياك، ولا غد ليها البنات كتاخذوه كتسقطروه وكديروه في شي طبسيل وكديروا شي زيف يكون نقي بطبيعه الحال فازق ياك، فازكو كتغطيو عليه من الفوق وكتخليوه كتبقاو مره كتطلعوا عليه حتى كتبان لكم ديك النباته ديالو خرجات. فهمتوني كيفاش؟ هذه هي الطريقه ديال التنبات. وهذه الطريقه هذه البنات راني درتها للحمص ودرتها للحلبه، راه 3 ديال الحويجات تما اللي هما منبتين، كاين العدس والحمص والحلبه البنات. وهنايا الصوجا غادي نخليها بوحدها ما نبتهاش البنات، يعني غادي نطحنها بحال هكاك كتجي حتى هي زوينه. وهذا عندي الشوفان حتى هو غادي نحمرو ونطحنو. المهم كلشي غادي نحمرو ونطحنو كما قلت لكم الا الاكاجو الى الاكاجو والبيستاج. وحتى هذوك البنات اللي منبتين الحمص والحمص والعدس والحلبه راه من كتطول الفران بحال كنكون كنطيب الخبز ولا كنديرهم حتى هما يتصهدوا، فهمتوني؟ الشوفان كيف ما قلت لكم حتى هو غادي نحمروه. عندنا الا حتى هو محمر وغادي نطحنوه. كاين عندنا هذا الحب العزيز البنات راه معروف، هذه عشبه صحيه 100%، حتى هو غيتحمر وغيتطحن. ما بغيتوش تحمروه غير هو ما خصوش يتحمر بزاف، يعني غير فوا يسخن هكا باش تطحن لكم في المطحنه وصافي. انا غادي نوريكم الطحانه اللي كنطحن بها البنات. الا كنتو كتخدموا لي كوموند ضروري خاصها تكون عندكم بحال هذيك الطحانه، حيت هي اللي غادي تساعدكم انكم تطحنوا بها الحويجات ديالكم مزيان. الا كانت عندكم ديك الطحانه العاديه يعني ديال الموينكس العاديه فراه ما غاديش تصلح لكم وغادي تخسر لكم الا جيتو ديروا فيها هذا الشيء هذا اللي قاصح. هنا البنات عندنا شويه ديال النافع حتى هو اللي بغات تزيدوا هذا كيبقى كاضافه، بغيتو تزيدوه زيدوه، ما بغيتوش تزيدوه فما كيهمش. وحتى بالنسبه للمكسرات ماشي ضروري انكم ديروهم هذوك كاملين، دوك المكسرات كاملين كديروا القياس اللي نتوما بغيتو. ومثلا بحال تقدروا ديروا غير اللوز، تقدروا ديروا غير الاكاجو، تقدروا ديروا غير الزنجلان، فانتوما حرين يعني ماشي ضروري انكم ديروا هادشي كامل. هنا البنات هذه عندي زبده الفول السوداني، حنا هنايا في الشمال كيدخلوها ديال اسبانيا هذه البنات، الا لقيتوها خذوها راه زوينه زايدين فيها البروتين، زايدين فيها البنات البروتين. هذه زبده الفول السوداني داكشي علاش ما دخلتش كاوكاو مع المكسرات ديالي، سينو تقدروا تعوضوه بكاوكاو وتاخذوا واحد شويه ديال الكاوكاو وتحمروه وطحنوه راه غادي يجيكم بحال هكا. وانا بغيت البنات ناخذ هذه منها باش تساعدني انني نخلط بهم اللحسه، فكيبقى لكم نتوما الاختيار. هذه كما قلت لكم زايدين فيها البروتين يعني هما زايدين فيها البروتين، دايرين زبده الفول السوداني وزايدين فيها البروتين. المهم هذا النوع هذا البنات حنا هنا في الشمال راه موجود
كيجيبوا وسط العادي الاسبانيه بزاف، هذاك الشيء علاش عندنا. هذا البنات العسل الحر ضروري يكون حر، الا ما كانش حر ما تستعملوش ديال السكر. وهذا البنات الشكلاط حتى هو غادي نجمع به اللحسه. هذا الشكلاط هذا البنات فيه اكثر نسبه ديال الكاكاو، يعني ماشي داك الشكلاط اللي كتكون فيه نسبه كبيره ديال الحليب اولا كيكون مخلط بالحبيب ربي عرفتي البنات كنحاول نزرب يا ناري. مخلط بالحليب، فهذا فيه نسبه ديال الكاكاو كثر. وهذا البنات هذا كاضافه اللي بغات تزيدوا اللي ما بغاش ما تزيدوش. انا ديجا راني كنت درت لكم عليه واحد الفيديو قبل، الا بغيتوا ترجعوا تشوفوا. هذا البنات البروبوليس اولا البولين، كل واحد واشنو كيقول ليه. هادو حبوب اللقاح البنات راهم متواهدين، انا راني ديجا شاركت معكم كناخذهم على شكل كبسولات. وهادو البنات حتى هما يلا خديتهم وقلت غادي ندير لهاد السيده منهم حتى هما بما انهم عندي. فهذا البنات هذا حبوب اللقاح. الا رجعت في الفيديو اللي قبل راني هضرت لكم على الفوائد ديالو، هضرت لكم على كل شيء ديالو، يعني راني حاطه عليه فيديو مفصل بوحدو الا بغيتوا تشوفوا عليه. انا كنت خديتهم على شكل كبسولات ودابا لقيتو هكا طبيعي فراني خديتو. كناخذوا البنات واعر بزاف هاد حبوب اللقاح، عرفتوا غير ديروا حبوب اللقاح وغادي تسمعوا شحال كيشكروا فيهم. وهذوك البنات الزيوت، هادو الزيوت اللي كتكون صالحه للاكل، يعني ماشي صالحه للاكل، هذوك الزيوت اللي كتكون صالحه للاكل بحال داك زيت السمسم وزيت الحلبه، هذوك اضافه اللي بغيتو ديروهم ديروهم، ما بغيتوش ما ديروهمش، غير هما يكونوا الزيوت اللي صالحه للاكل. انا كنقولها وكنعاودها، الزيوت اللي صالحه للاكل، الا ما كانش صالحه للاكل فاستغناو عليهم. فهنا كيف ما كتشوفوا تما البنات ديجا راه كان عندي الا المطحون وحبه حلاوه وداك الشيء، راه عندي مطحون تما ومغربل. دابا غادي نطحن غير دوك المكسرات. هذه هي المطحنه البنات اللي قلت لكم. هاد الطحانه هذه البنات راه كدير 250 درهم في المغرب، من المغرب نيت كتاخذوها ب 250 درهم. هذه الا كنتو كتخدموا بحال كوموند بزاف وحتى لسلو البنات واعره عرفتوا كطحن مزيان. الثمن ديالها راه يعني ريزونابل، ماشي شي حاجه اللي هي غاليه بزاف، هي غاليه على بعض الناس ولكن عاوتاني راه كتهنيك من بزاف ديال الحوايج. وما يعني باش كطحن كلشي، واخا تكون حاجه قاصحه بحال دابا الصوجه حب العزيز، حتى حب العزيز ما كيبغيش يتطحن مزيان، كلشي البنات هذه كطحنوا، يعني ما تخافوش منها نهائيا، فهمتوني. اما الا درتو مثلا هذا الشيء في ديك الطحانه العاديه ديال المونينيكس، راه البنات كونوا اكيد غادي تحرق لكم المونينيكس ديالكم، ما غاديش تطحن لكم هذا الشيء. انا راه درت بيا شحال من مره في دوك الطحانات العاديين وتحرقات ليا صافي البنات. وانا قلت كل مره كنشري طحانه عاديه اللهم جمعت وخديت هذه البنات زوينه كدير 250 درهم. هذه راه كطحن لك كل شيء كتهنيك، يعني صالحه لك للدار وصالحه حتى كنتي كتخدمي لي كوموند للناس ولا غير للدار، راه صالحه بحال كسلو وداكشي. انتما شفتوا البنات كلشي كطحنوا مزيان. انا هنا كيف ما كتشوفوا راه ديجا كما قلت لكم كلشي مطحون اسمحوا لي كلشي محمر من قبل. دابا غير كنطحن البنات وكندير في ديك السوبيره، كنطحن وكنديرو في ديك السوبيره، كندير كلشي كنطحنو، كنمشي معاه هكايا شويه بشويه حتى كنطحن كلشي. وعاد غادي نبداو باش ندوزو باش اننا نخلطوها. غير هي البنات الا كانت عندكم، انا كنقولها وكنعاودها، الا كانت عندكم الطحانه العاديه فمن الاحسن انكم تجمعوا هادشي كامل وتديوه عند العشابه البنات، هو يطحن لكم هادشي. راه كيكون عندهم بحال هاد المطحانات هادو، غير هما كيكون عندهم الحجم الكبير. انا خديت غير الحجم الصغير، راه كاين فيها الحجم الكبير. غادي تجمعوا كلشي، غادي تجيبوه للدار، غتحمروه وغطحنوه، وغادي تجمعوا كلشي في واحد البلاستيكه ولا واحد السوبيره، وغادي تمشيو عنده هو يطحن لكم كلشي مع بعضياته. راه كاع يطحن لكم هادشي ب 20 درهم ماشي مشكل، فهمتوني البنات. فهنا غادي ندوز للحماص والعدس وداكشي كلشي غادي تطحن. هانتوما كلشي غادي تطحن. هنا البنات الحماص الا بغيتو تغربلوه غربلوه، الا ما بغيتوش ماشي مشكل، فكيبقى لكم نتوما الاختيار. بغيتو يجيكم دوك يعني بغيتوها تبقى هكا شويه تحسوا بالمكسرات هكا كتهرمش ومين كتكونوا كتاكلوها تبارك الله. بغيتوا انه كلشي يكون مطحون يعني ما بين حتى شي حاجه، فانتوما حرين. كاين اللي كيبغي بحال دابا هكا اللوز والاكاجو وهذا الشيء يبقى يعني كيحس يجي هكا كيتهرمش، فهمتوني كيفاش. فكتبقى على حساب الرغبه ديال كل واحد. انا هنايا غربلت الحمص، فضلت انني نغربلو، مي كيبقى لكم نتوما الاختيار، ماشي ضروري انكم تغربلو، كل واحد والذوق ديالو. انا زعما كون جات عليا ما كنغربلوش، ولكن البنات ملي كتكون شي حاجه للكليان اولا شي حاجه يعني كنخدمها هكا كوموند، فما كنبغيش يعني كنحاول انني ندير كلشي بيرفكت كنحاول انني ندير كلشي يكون هو هذاك متقون باش هكا الواحد يبقى على خاطرو، ونيت كديري شي حاجه وانتي ضميرك مرتاح ومهني. فهادشي اللي كاين.
صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا راني كنطحن كلشي وكنضيف من كاع داكشي اللي ذكرت معكم في الاول كله، راني كنطحن فيه وكنضيف كنطحن وكنضيف كنطحن وكنضيف. الا بقيت كنوريكم كل حاجه بحاجه راه غادي يجيكم لا فيديو طويل. هذا راني حاولت نسرعو ما امكن وحاولت نزرب ما امكن وحاولت نقص ما امكن وهكاك جا طويل. دابا غادي اخر حاجه خليتها هي هذا البروبوليس، حتى هو غادي نطحنوه. هذا البنات كما قلت لكم كيبقى كاضافه، بغيتو تطحنوه بغيتو تزيدوه زيدوه، ما بغيتوش تزيدوه فما كاين حتى شي مشكل. انا كما قلت لكم عندي متوفر فما عزيتوش في الكليونت ديالي، قلت غادي نزيدو لها ماشي مشكل ماشي مشكل. واخا انا بنات هاد اللحسه هادي كنبيعها ب 200 درهم لهذوك القريعات، ولكن شوفوا شحال فيها. واخا هكاك ماشي مشكل. المهم كما كيقولوا مره رابحين مره خاسرين، المهم كل مره وكيفاش. فمعليش انا هاد السيده هادي كتاخذ من عندي ديما، فما بغيتش زعما نشطر عليها ولا كما كيقولوا نتمقصص عليها. فدرت داكشي من القلب ديالي وعطيت داكشي اللي عندي زعما حتى اللي انا شارياهم ليا زدتهم، فماشي مشكل. اما هادشي البنات ما تلقاوه حتى فشي لحسه اخرى كتباع باش نقول لكم شي لحسه اخرى كتباع تلقاو فيها زعما هاد البروبوليس وهاد زبده الكاكاو، راه ما يمكنش البنات. ولكن انا كيعجبني داك اللوغو، كيعجبني بزاف ديال الحوايج وداكشي اش كنضيفو. فهنا كيف ما كتشوفوا خديت التمر البنات قطعته وطحنته مع الكركاع باش يجيني بحال هكا معلكين. شفتوا كيفاش تعلكوا؟ ها علاش كنقول لكم الا ما كانش عندكم طحانه مزيان راه مستحيل انا غطحن لكم هذاك التمر اللي كيكون معجون، حيت هو ديجا كيكون قاصح فهمتوني، فما يتطحنش. هنا البنات خدينا قصيعه باش غادي نخلط فيها داكشي باش ناخذ راحتي في التخلاط ويجيني داكشي ساهل. يعني ضروري تاخذوا هكا شي حاجه اللي هي كبيره باش تقدكم انكم يعني ديروا فيها، تقدكم انكم تعجنوا فيها وتقدكم انكم حيت البنات هي راه خصها تخدم. هاد اللحسه كتخدم بحال السلو فهمتوني، شتي بحال السلو كتخدم. كتبقاي ما حدك انت كتعجنيها وهي داك الزيت ديالها كيخرج، ما حدك انت كتعجنيها هو داك الزيت ديالها كيخرج فهمتوني. هنا البنات خديت شويه ديال الزيت وذوبت فيه داك شويه ديال الشكلاط، وغادي نزيد عليه كاكاو. اي نوع ديال كاكاو عندكم زيدوه، سواء كان كاكاو حلو سواء كان كاكاو المر فماشي مشكل. انا ضفت هنايا الكاكاو اللي عندي في الدار، حاولت انني ندير يعني كاكاو اللي عندكم البنات. المهم هذا انا كندير به الحلوه هو اللي درت. كتاخذوا الكاكاو هذا، عندي حتى واحد النوع ديال الكاكاو اخر هذا كندير به القهوه كيجي به كابوتشينو واعر البنات بالنسبه للناس اللي كيبغيو. هذا كاكاو مر فحتى هو ضفتو باش هكا يعطيني داك اللوغو ديال الشكلاط، يجيني مزيان داك اللوغو ديال الشكلاط فهمتوني. فكيبقى نتوما الاختيار ديالكم، بغيتو تضيفوه ما بغيتوش انتم احرار فهمتوني. هنا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كلشي مطحون معلك مزيان 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 مزيان. دابا غادي ندوزو باش نبداو نضيفوا السوائل باش نزيدوا يتعلق لينا هذيك اللحسه ديالنا. فكنحاول هنا انني نخلط كلشي ونعجن او ميم طون. هانتوما البنات فيما كنعجنها شوفوا ما حدي انا غادي نعجنها وهي غادي كتطلق الزيت، لاحظتوا كتبدا كتكركب شفتوا كيفاش. يعني هادوك المكونات ودوك المكسرات وداكشي اللي درنا هو اللي يطلق الزيت. هذه ضروري هذه المرحله هذه تعجنوها باش هكا ما كنديروش حنايا السوائل بزاف فهمتوني. صافي هنا خديت البنات هذيك زبده الفول السوداني، تقدروا تاخذوا حتى زبده اللوتس حتى هي راه كتجي بنينه. انا فايت لي خادماها بزبده اللوتس، اللي كيبغي هكا اللوغو ديالها راه حتى هو كيجي زوين. مي هنا انا درت كاوكاو حيت البنات كاوكاو حنا عارفين المنافع ديالو، حتى هو من المكسرات وحتى هو معروف انه كيزيد الوزن. وديجا انا كما قلت لكم ما دخلتوش هنايا في المكسرات حيت عندي سينو تقدروا تعوضوه. يعني هاد الزبده هذه ديروها تاخذوا هذا البنات زبده البندق. هذه زبده البندق كانت باقا عندي شويه، كنت كنستعملها لي طاغط وكانت باقا عندي شويه وانا نضيفها. وهنا العسل البنات كما قلت لكم ضروري حار. قلت لكم الا ما كانش عندكم هذيك الزبده تاخذوا غير كاوكاو البنات وطحنوه من تحمروه هكاك باقي سخون، تضيفوا له شويه ديال السكر وطحنوه، راه غادي يجيكم بحال هذاك الشكل. سورتو الا كانت عندكم بحال هذا المطحان راه غيجيكم بحال الشكل ديال البخاليني فهمتوني، غيجيكم بحال الشكل ديال البخاليني. راه غتجيكم زوينه حتى هي الا ما بغيتوش ديروا هاد زبده الفول السوداني اولا جاتكم غاليه اولا. المهم انا كنحاول نعطيكم افكار وكنحاول نعطيكم كيفاش تنوعوا. هنا البنات ضفت الزيت ديال السمسم كما قلت لكم اللي صالح للاكل، انا كنقولها وكنعاودها، ما تمشيوش تاخذوه من عند العشاب وديروه. اللي كيكون صالح للاكل من احسن انكم تاخذوه من الفرماسيان وتسولوا قول له واش صالح للاكل، حتى يقول لكم راه صالح هذا للاكل عاد خذوه. ولا تقدروا تعوضوه بزيت ارغان حتى هو راه زوين، ولكن اللي صالح للاكل.
صافي هنا كنحاول انني نخلط 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 حتى غادي نحصل على داك القوام اللي انايا باغا. كنضيف هذاك الشكلاط وكنبقاو كنخلطو حتى غادي نحصلوا على القوام اللي حنا باغيين. فراه كلشي البنات قدامكم، كلشي شارح راسو. واخا هكاك انا كنحاول اني نقول لكم، انا ديجا كنت كنهضر معكم باش كنت كنصور لا فيديو، ولكن جا الفيديو طويل بزاف، جاتني فيه تقريبا 40 دقيقه، ومن 40 دقيقه نتوما كيف ما كتشوفوا خديتو 18 دقيقه فحاولت نقص منه بزاف وحاولت نسرع منه بزاف، مي واخا هكاك جا طويل. هذا البنات هذا الدرا ديال ماشي الدرا، الدقيق ديال الدرا، الا كان عندكم ضيفوه حتى هو راه زوين بزاف، الا ما كانش فماشي مشكل. انا البنات ما عنديش فوريت لكم هنا غير في الصوره اللي كان عنده يضيفو، انا ما متوفرش عندي فما درتوش. هادشي كله اللي ذكرت لكم راه منفعه بزاف بزاف بزاف، سيرتو دابا رمضان داخل والناس ما كيبقاش عندها الجهد وما كيبقاش عندها الطاقه وما كتبقاش عندها ديك الحيويه، ديما كتكون فيها داك الخمول. فهاد المكسرات هادو راهم رائعين، ما غاديش تنقصوا في الوزن في رمضان ياك، غادي تزادوا بالعكس غادي تزادوا. الطاقه غادي تعطيكم الطاقه. الا كليتو البنات غير معلقات في السحور ديال هاد اللحسه هادي كونوا اكيدين انكم لغد ليه ما غاديش تحسوا لا بجوع لا بعطش لا حتى شي حاجه. علاش؟ حيت هي كلها فوائد كلها مكسرات، وانتم شفتوا شحال من حاجه درت، انتم شفتوا شحال من حاجه درت، يعني راه ما يمكنش هادشي يضركم وما ينفعكمش، راه ما يمكنش. انتم شفتوا شحال ديال المكسرات وكلشي اللي فيه الفوائد درناه، اي حاجه فيها الفوائد درناها، فراه زوينه بزاف. سيرتو لهاد رمضان انا داكشي اش درتها للبنات، انا واخا زعما كنخدمو مكالي كوموند، ولكن قلت ما فيها باس اللي ما عندهاش باش انها دير كوموند تاخذها يعني تصايبها لراسها ماشي مشكل. فهانتوما يا بنات بقينا كنضيفوا العسل وداكشي حتى حصلنا على اللحسه بهذا الشكل هذا. ها هي كيفاش كتبان لكم. تقدروا تصنعوا منها كويرات، كاين اللي كيبغيها على شكل كويرات ويغطسها في الشوكولا وياكلها، كاين اللي كيبغي يديرها في العسل ماشي في العسل، في هذا في الزنجلان يبقى ياكلها. المهم نتوما احرار، نتوما كديروها على الشكل اللي بغيتو. فهنا غادي ناخذ هذوك القراعي والنيت غادي ندير فيهم القراعي النيت اللي خواو ليا من زبده الفول السوداني، هما النيت اللي عمرت فيهم غير معاذا نجيب القراعي اللي كنديروا فيهم يعني اللحسه. فهانتوما بنات انا هنا غير كنعبر كنشوف شحال من قرعه غادي تجيني، حيت انا ديجا محتاجه 2 قراعي، واللي بقات شي حاجه راه كنخليها للدار ولا كنخليها ليا، يعني راه ماشي مشكل. فراه البنات كتجي مقومه ولحقه وطريقه، وكتجي شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. ولا ما كنتوش قادرين تصايبوها وبغيتو تاخذوها من عندي، فما عليكم الا دوزو عندي الانستغرام او هنا في كومونتير تقولوا لي حنا بغينا الحساب. بالنسبه للثمن ديالها راه كما قلت لكم 200 درهم القريه. وانتم يعني بغيتو تاخذوها من عندي تبارك الله، بغيتو ديروها، انا وريتكم كاع داكشي اللي كيدار فيها، وراه كتجي غزاله فنه، شي حاجه اللي هي زوينه بزاف وغادي تنفعكم بزاف 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 البنات. سورتو دابا في رمضان راه غادي تنفعكم. حاولوا ما امكن انكم تاخذوها، سواء خديتوها من عندي سواء خديتوها من عند شي حد اخر، فماشي مشكل، راه كلشي يعني كيدير الحسه، كل واحد كيديرها بطريقته وكل واحد وكيفاش تعلم ليها، فهمتوني. صافي هنا كما قلت لكم داك البيستاج اللي درنا في الاول هذاك غادي نخليوه غير باش اننا نزوقوا به، وهنا شويه الزبيب حتى هو الا بغيتو ديروه حتى هو تزوقوا به فزوقوا به، غير هو من الاحسن يكون هذا الزبيب هذا الكحل. حنا هنا كما قلت لكم في الشمال راه كيدخلوا لنا السلعه ديال اسبانيا بزاف، داكشي علاش كتشوفوا عندي هاد الانواع هادو راهم ديال اسبانيا. فهذه كانت هي اللحسه ديالنا ديال هذا النهار، وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير تقولوا لي حنا كيفاش جاتكم. حتى شي بنت الا بغات تبدا شي مشروع فممكن انك تعتمدي هاد المكونات هادو اللي درت وتبداي ديريهم في القريعات ديالك وتبيعيهم، راه حتى هما يعني غادي تنفعك بزاف. اللي بغات دير هكا شي وحده شي مشروع فراه هادشي زعما غادي يطلق لك المشروع زوين بزاف الا درتي هادشي اللي شاركت معك انايا. فهنا كيف ما كتشوفوا انا خرجوا لي 3 القريعات، فمزيان. القريعه غادي نخليها ليا باش نستافد منها